اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل في القناة جوا مصر وبره مصر، وكل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبة واسرتكم طيبة يا رب، ويجعلوا رمضان خير عليكم انتم واولادي وامة محمد اجمعين. ويلا يا حبايبي نشوف ست الحباب عاملة عسل الكنافة والقطايف، ماشية على خطوات ست الحبايب ووصفة ست الحبايب. وانت هتحط عسل على الكنافة عمره ما هو مسكر، وعسل جميل. بس انا معايا الكاميرا، بص الجمال والحلاوة، بص العسل جميل ازاي، شكله يتكلم عنه. جميل ازاي، انا بنجرب لك الكاميرا جميل ازاي. عسل الكنافة والقطايف، ادخلوا كملوا الفيديو شوفي انا عاملة العسل ازاي وقوامه ايه. انا عاملاه معاكم يا حبايبي واحدة واحدة، ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة عملناها ازاي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام، وكل سنة وانتم طيبين واولادكم طيبة، واجعلوا رمضان خير عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. النهاردة يا حبايبي ست الحبايب عاوزة تعمل العسل بتاع الكنافة اهوت والقطايف. بص انا حطيت هنا 4 مجات سكر، هنحط يا حبيبتي 3. بس لابد نحط بس فين في الحروف كده، شوفي لابد نحط فين في الحرف علشان احنا مش هنقلبوه. بصي واليمة التانية برضو اهي، انا حطيت في الشقة ديت، نحط برضو في الشقة التانية عشان احنا مش مقلبينه. انا حطيت كده يا حبيبتي، هما 4 كوبايات سكر، هنحط 3 مية وانا معاكم واحدة واحدة برضو. وهنحط معلقة عسل نحل من دي كده، معلقة عسل نحل يا حبيبتي ولا معلقتين، عشان بيخلي القوام العسل. لا ده ما فيش عسل جلوكوز، انا عندي العسل النحل دي بنحط منه يا حبيبي. وحتى لو ما فيش عسل ياما، ومعايا شقة الليموني. انا هنحط الحل على النار، بس هنحط كمان ماج عشان هم 4 سكر نحط 3 مية. هنحط على النار يا حبايبي وهرجع لكم. العسل اهوت ما جتش يمه خالص ولا حطيت المعلقة فيه، شوف بيغلي ازاي. عاوزة تتأكدي من العسل، هنحط الأول حبة عسل نحل كده، حطيت عسل نحل. هنحط بعد كده ايه؟ الليمونة، ليمونة أنا عصراها اهي بس. طب احنا العسل أنا ما جربتلهوش ولا جيت يمه، وعشان ما يسكرش منك، عشان تاكلي كنافة جميلة ما يسكرش منك. شوف انا ما جاتش يم العسل، بس حطيت المية في الجناب ووطيت له النار لغاية السكر بتاعه. اديك شايفه العسل شكله ايه. طب احنا خايفين العسل يسكر. معايا سلطانية اهيت، ومعايا الفرشة فهمية، ومن بلي بقى في الحرف كده، في حرف الحلة كده. بصي مش هتخسري حاجة، هتبلها برضو كمان نوبي في الحرف كده زي ما انت شايفة كده. عمر العسل بتاعك ما يسكر ولا يقبى فيه حاجة خالص. دي العسل بيبقى جميل. عاوزة كنافة طرية وحلوة كده، حط العسل بتاعها دافي عشان تاخدي كنافة جميلة وطرية. عاوزاها مقرمشة حط تقبى الكنافة سخنة، والعسل تحطيه صاقع زي ما هو كده في قلب البرطمان. لكن عاوزاها طرية دفيه سنة، خليه زي دمع العين ونزليه على الكنافة وهي ايه سخنة. هتاكلي كنافة جميلة، وهتشوف العسل طريقتي وصفتي في العسل مش هتلاقي زيها. وبص على العسل قدامك شكله يتكلم عنه اهو يا حبيبتي. انا كده بقى هنطفي النار عليه ولغايه ما يبرد كده هنعبيه في البرطمان وارجع لكم. انا ما جيتش يمه ولا قلبت ولا جيت يمه، لسه هنقلب معاكم. شوفي جميل، ولا عمل رغاوي بيضة ولا عمل حاجة خالص. والله ما حطيت ايدي فيه الا دلوقتي بالفرشة كده، من ساعتها بالفرشة كده نعمل كده كده عشان العسل ما يسكرش. عشان لو في سكر في الحرف بتاع الحلة يبقى كده العسل هيسكر مننا. كده العسل مظبوط 100 عبل ما يبرد يا حبيبتي، وعبيه في البرطمان وارجع لكم. انا حطيت معاكم العسل وحطيت معاكم الليمونه، وزي ما انا مورياكم واحده واحده عسل.